السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، انا هقول لكم موضوع خطير جدا. انا بنتي جت قالت لي يا مامي من الاخر كده انا مش عارفة احفظ التيبل اللي هو جدول الضرب عشان الناس اللي بتاخد رياضة، وخصوصا جدول ضرب 8 تيبل 8. تمام. فقلت لها يا بنتي ولا تضايقي نفسك خالص، طبعا مش هقول لها ما تحفظوش، برضه هحفظه لها، بس حفظته لها بطريقتي. والله اخترعت حاجة كده وقلت هجربها ولقيتها ظبطت، فلازم اقولها لكم. يلا نشوفها مع بعض في جدول ضرب 8 او تيبل 8. يلا نشوفه مع بعض. تمام. بص بقى، انا اول حاجه عملتها لها ازاي، كتبت لها التيبل زي ما احنا عارفين 8 باي 1، 8 باي 2، القلم وحش، 8 باي 3، 8 باي 4، 8 باي 5. تمام، كتبته لها كده. وبعد كده جيت على الناحيه التانية كتبت لها 8 باي 6، 8 باي 7، 8 باي 8، 8 باي 9. قلت لها يا بنتي تعالي بقى هقول لك طريقه حلوه ويلا احفظيها بيها. قالت لي ايه؟ قلت لها انت هتحفظي بس حاجه واحده بس، اللي هو 8 باي 5. 8 باي 5 يا بنتي ب 40. قالت لي طب وبعدين؟ قلت لها خلاص تعالي بقى هنا، كل اللي اقل من الفايف، يعني اللي هو الفور والثري والتو والون، اعملي منهم ماينس واحد. يعني ايه ماينس ايه ماينس واحد؟ ماينس 1. يعني ايه ماينس 1 عشان الناس اللي بتاخد رياضه؟ يعني اطرحي واحد. يلا اطرحي واحد كده واكتبيه في التنس. يعني هنا الفور اطرحي منها واحد هتبقى 3، واكتبيها في التنس في العشرات يا بتوع الرياضه. الثري هتبقى 2، التو هتبقى 1، ال1 هتبقى 0. كل ده في التنس. طب وبعدين يا ماما هنعمل ايه؟ قلت لها وبعد كده يا ستي انت حافظه الارقام الايفن نمبر. ايه هو الايفن نمبر يا بتوع الرياضه؟ اللي هو الارقام الزوجيه. قالت لي ايوه يا ماما عارفاها، اللي هي بتبدا ايه يعني؟ قالت لي الزيرو، التو، الفور، السيكس، الايت. قلت لها ايوه بالظبط، اسم الله عليكي. هنعمل ايه بقى؟ قلت لها احفظي لي الترتيب ده: 8 6 4 2 0. قالت لي وبعدين؟ قلت لها تعالي بقى يلا اكتبيهم من فوق: 8 6 4 2 0. وبعدين تعالي عند الناحيه التانية. قالت لي طب وبعدين اعمل ايه الناحيه التانية؟ طب وبرضه اعمل يلا اطرح 1؟ قلت لها لا، عند الناحيه التانية اللي هي اكبر من الفايف هتطرحي بدل ال1 هتطرحي 2، وبرضه هتعملي نفس الحركات. يلا يعني ال6 شيلي منها 2 هتبقى 4. طب ال7 شيلي منها 2 هتبقى 5. طب ال8 شيلي منها 2 هتبقى 6. طب ال9 شيلي منها 2 هتبقى 7. وبعدين يا ماما هنعمل نفس الكلام. ايوه بالظبط بنفس الترتيب: 8 6 4 2. قالت لي وبعدين؟ قلت لها وبعدين يلا بقى خلاص كده حفظتيه. قالت لي ايه ده؟ طب يلا نجربها كده لوحدها من غير ما نعمل بقى الحاجات دي. يلا نشوف. رحت مسحت لها البورد بعد كده وكتبت لها يلا اي نمبر عشوائي كده اللي جدول ضرب 8. 8 باي 4. قالت لي اعمل. بصت على الفور على طول، عرفت ان هي اقل من الفايف، يعني هنطرح ولا نطرح 1 ولا 2؟ لا طبعا. قالت لي بقى هي بنتي ناصحه يعني، فقالت لي لا 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 هنطرح 1. فقلت لها طيب يلا هنطرح 1 هتبقى 3. تمام. وبعد كده قالت لي طب اعمل ايه بعد كده؟ قلت لها يلا تعالي بقى شوفي فين نمبر 4 هنا. مين؟ احنا حافظين الترتيب ده. فين نمبر 4 هنا؟ 1 2 3 4. 4 اهي. قلت لها يلا اكتبيها في الوانس او في الاحاد يا بتوع الرياضه، يبقى 32. طيب تعالي يا بنتي نعمل دي: 8 باي 8. قالت لي ايه ده؟ ال8 دي اكبر من ال5. قلت لها يعني هنعمل ايه؟ هنطرح 1 ولا 2؟ قالت لي لا هنطرح 2. قلت لها طيب يلا اطرحي 2 بقت ال6. تمام. قالت له بعدين يا ماما؟ قلت لها يلا عدي: 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 اهي 4. وبنتي الحمد لله حفظت جدول 8، وان شاء الله بخترع لها طريقة تانية لجدول 7. شكرا لكم، باي باي.